المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار نوافيكم بها من الفضائية الإريترية، والمستهل بالعناوين. تواصل برقيات التهاني لفخامة الرئيس إسياس أفورقي بمناسبة الاستقلال. دعوة لتنظيم حملات تشجير عامة خلال الاحتفالات. تزيين شوارع العاصمة أسمرة بمناسبة الاستقلال. واستعدادات مكثفة لعرض الكرنفال. من العناوين إلى التفاصيل، حيث بعثت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي الدكتورة نيكوسازانا ديلاميني زوما ورئيس النمسا هينز فيشر ببرقية تهنئة بمناسبة الذكرى 22 للاستقلال، متمنين السلام والازدهار للشعب الإريتري ودوام الصحة لفخامة الرئيس إسياس أفورقي. وأعربت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي الدكتورة نيكوسازانا عن ثقتها على مواصلة إريتريا دعمها لإحلال السلام والاستقرار ووحدة القارة عامة والمنطقة خاصة وتقوية الاتحاد الأفريقي. وأوضحت رغبتها للعمل عن قرب مع إريتريا لتحقيق رؤى المنظمة وتجاوز التحديات. دعت وزارة الزراعة إلى تنظيم حملات تشجير عامة خلال الاحتفالات العامة من أجل غرس ثقافة التشجير في أوساط الشعب. جاء هذا خلال المؤتمر الوطني بمناسبة 15 من مايو اليوم الوطني للتشجير. ونظم المؤتمر الذي جاء بعنوان جهود جبارة للحملة الخضراء من خلال التنسيق بين وزارة الزراعة وهيئة الغابات والحيوانات البرية بمشاركة عدد من مسؤولي الدولة والجبهة ورجال الدين وممثلين من فروع وزارة الزراعة بالأقاليم، حيث ناقش المؤتمر بشكل عام الغذاء النباتي في البلاد وسبل توسعة مساحات الرقعة الغابية وعدد الحيوانات البرية بشكل خاص من خلال وضع خطة عمل زمنية محددة لمراقبة تنفيذها. وقال وزير الزراعة السيد الرفاين برهة في كلمته بالمؤتمر بانخفاض مساحة الغطاء النباتي في البلاد على نحو مقلق، موضحا عن إمكانية معالجة هذا الوضع من خلال غرس ثقافة التشجير في العامة مع ضرورة مضاعفة جهود التنسيق في هذا المجال. وأشار معاليه إلى عدم جدوى دعوات محاربة قطع الأشجار في ظل اعتماد نسبة أكثر من 90% من الطاقة على الحطب، موضحا أهمية العمل على نشر المواقد المحسنة في سائر أنحاء الوطن، إلى جانب ضرورة إشراف وزارة الزراعة والإدارات المحلية على عمليات قطع الأشجار في مختلف المناطق، مضيفا بأهمية تضافر الوزارات المعنية مع الإدارات حول سبل نشر المواقد المحسنة. كما نوه معالي وزير الزراعة الرفاين برهة أهمية مراعاة طبيعة المناطق وطرق إدارة الغابات في عملية التشجير، مبينا ضرورة التركيز على برامج إقامة المحميات لدورها الكبير في إعادة الغطاء النباتي إلى سابق عهده خلال فترة وجيزة، مع أهمية الدفع بأنشطة تشييد المدرجات والحواجز المائية حول المناطق الغابية. هذا وجرى في المؤتمر مناقشة العديد من الأوراق والتقارير المقدمة حول إجراءات منع القطع الجائر للأشجار وصيد الحيوانات البرية وبرامج التشجير على مستوى الوطن، وكذا أوضاع الغابات والحيوانات البرية في البلاد والجهود الجارية لإعادة الحياة البرية إلى مستويات ممتازة. كما شهدت المناسبة غرس شتول في ساحة الإكسبو من قبل ضيوف الشرف، إلى جانب توزيع جوائز وشهادات للأفراد المتميزين في مجال التشجير والزراعة، وكذا توزيع جوائز خاصة للأندية الخضراء في البلاد. ضمن الجهود الجارية للاحتفال بالذكرى 22 لعيد الاستقلال المجيد، تم تزيين الشوارع الرئيسية في العاصمة أسمرة بمصابيح إنارة ملونة. وصرح مسؤول اللجنة الفنية والديكور باللجنة الوطنية لتنسيق الاحتفالات السيد جرماي برهي لوكالة الأنباء الإريترية ببذل جهود حكومية وأهلية كبيرة للاحتفال بالاستقلال، وأن عملية تزيين مختلف أحياء العاصمة أسمرة ثمرة لتلك الجهود.
وأشار إلى تركيب مصابيح إنارة منونة في شوارع الحرية والشهداء ودندن وميبلا وأفعبت وساحة الفاتح من سبتمبر، إلى جانب نصب شاشة عرض ضخمة بالقرب من الكاتدرائية في شارع الحرية، مضيفا إلى تنظيم حفلات فنية في شارع الحرية ابتداء من يوم 16 من هذا الشهر في 7 مسارح، وكذا إعداد مسرح ضخم في ساحة الفاتح من سبتمبر لإقامة العروض الفنية يومي 7 و18 من مايو الجاري. هذا وعلقت السيدتان حداثة ولد برهان وعافية محمد أجواء الاحتفالات بعزم الشعب الإريتري على المحافظة على استقلاله الذي قدم تضحيات جسيمة للينه والمحافظة عليه، موضحتين بتزامن احتفالات هذا العام مع إفشال الشعب الإريتري لجميع المؤامرات المحاكة ضد الوطن، مما يدل على قوة صموده وعزيمته على العمل والإنجاز. كشفت المؤسسات المشاركة في عرض الكرنفال المقرر إجراؤه يوم 21 و22 من شهر مايو الجاري بالعاصمة أسمرة ضمن فعاليات الاحتفالات بذكرى الاستقلال، كشفت عن استعداداتها الكبيرة للمشاركة في العرض. وقال عضو شركة سجن للإنشاءات آبيل أين ألم وعضو مؤسسة أسمرة للزهور بطرس برهان بأن الكرنفال ليس لعرض منتجات مختلف المؤسسات، وإنما هو فرصة لعكس إنجازات البلاد خلال 22 عاما الماضية، مشيرين إلى جهودهم لتقديم صورة البلاد الحقيقية خلال عرض الكرنفال المقبل. كما أوضح الفنان تسفو زرقاء بروخ وصاحب مدبقة سمهر السيد ياسين محمد أهمية عرض الكرنفال في تقديم برامج المؤسسات المستقبلية، إلى جانب التذكير بأهمية الاستقلال في فتح فرص العمل للأجيال الجديدة. ومن جهتها أوضحت مسؤولة لجنة عرض الكرنفال بالإقليم الأوسط السيدة تسفى مريم بأن عرض هذا العام يتزامن بالذكرى العاشرة لانطلاقة عرض الكرنفال ضمن فعاليات احتفالات الاستقلال، مشيدة بالعروض السابقة لمختلف المؤسسات في عرض منتجاتها بشكل فني رائع. وأضافت السيدة تخاء إلى مشاركة 42 مؤسسة و13 إدارات ضواحم في عرض كرنفال الإقليم الأوسط لهذا العام، مشيرة إلى قرب اكتمال استعدادات المؤسسات للعرض. أوضحت جمعية بودهو الوطنية الإريترية ضرورة تعزيز مشاركة جميع أفراد المجتمع لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز. جاء هذا خلال الاجتماع السنوي للجمعية الذي عقدته في قاعة مستشفى أوروتا. وذكر مسؤول مراقبة شؤون الأقاليم بوزارة الصحة الدكتور زموي ألمو في كلمته عن جهود وزارة الصحة الحثيثة مع شركائها في ضمان صحة المواطنين بشكل عام والمصابين بفيروس HIV المسبب لمرض الإيدز بشكل خاص، من خلال تشييد المؤسسات الصحية وتوفير الأدوية اللازمة. وأضاف باستمرار انخفاض معدل عدد المصابين بفيروس الإيدز في البلاد بفضل أنشطة التوعية المكثفة لوزارة الصحة وجمعية بودهو. هذا وأفاد تقرير جمعية بودهو الوطنية الإريترية على تأهيل الجمعية خلال العام الماضي لأعضائها المصابين بالمساعدات المالية والعينية من أجل زيادة إنتاجيتهم. ومن جهته أكد رئيس جمعية بودهو الوطنية الإريترية السيد سولومون جبركدان على عزم الأعضاء لمضاعفة جهودهم لإنجاح الخطة الخمسية لخفض نسب الإصابة بفيروس HIV المسبب للإيدز إلى أدنى مستوى. وأشاد بمساعدات الحكومة والشعب الإريتري وشركائهم لمختلف أنشطة الجمعية. هكذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية. في الختام إليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، نستودعكم الله وإلى اللقاء.